المشكلة في حلقة رامز مع زيزو إن الأهلاوية مش قادرين ينتقدوا الحلقة بالشكل يعني الصريح. يعني هو محمد نصر نزل بوست بينتقد الحلقة، بيقول إن هو رامز بيغلط في الأهلي وفي الأهلاوية وفي الإدارة ومش عارف طارق يحيى وفي مين. عامة ما بتفرجش على رامز يعني، ولكن وجايب قرد عامله أهلاوي، وأصلا الزملكاوي بيتريقوا على الأهلاوي إن هم قرود وحاجات كده. طب الاهلاويه والصفحات ليه مثلا ما عملتش حمله على رامز؟ لان اولا رامز اهلاوي جدا وشيء معروف، على طول بيفتخر بالموضوع ده. هو اصلا وهو في حلقه زيزو عمال يقول انا اللي بخلص صفقات الاهلي، انا مدير التعاقدات الحقيقي، انا مش عارف ايه. ثانيا ان زيزو ده الحراق ده، حتى لما بازوكا اللي طلع معاه في الحلقه وده بلوجر اهلاوي جدا، دخل اول ما شافه قال له اهلا بالحراق. هو ده في دماغهم. فازاي هنتقد حلقه رمز الاهلاوي اللي عاملها مع زيزو الحراق؟ دي المفروض الحلقه دي الزملكاويه هم اللي يشيطوا منها، فالموضوع قلب وبقت الاهلاويه هم اللي متضايقين منها، بس مش قادرين يعني يتكلموا. اصل ده رمز الاهلاوي وزيزو الحراق، هنتقد مين؟ فحتى مفيش كونتنت مثلا طلع من الحلقه اسف بيه على الزملكاويه والكلام ده. الفكره بقى اصلا فكره برنامج رامز دي فكرة غريبة قوي. الناس كلها بتشتمه والناس كلها بتتفرج عليه. حاجة في منتهى الغرابة. ليه؟ ليه برغم ان الناس كلها متضايقة منه وكل سنة يتشتم وكل سنة، لكن هو برضو البرنامج الأكثر مشاهدة والبرنامج الأكثر مبيعا والبرنامج الأكثر نجاحا، بدليل ان هو بقاله 10 سنين بيتقدم. والناس دي ما بترميش فلوسها في الأرض، سواء الام بي سي أو أي حد في الميديا. لو رامز ده ما بيتشافش ومش عامل مشاهدات مش هيجيبه عشان سواد عينيه يعني. وحتى رامز نفسه كفنان هو اكتفى بالبرنامج ده كل سنه في رمضان وشكرا، اللي عايز يعمل افلام ومسلسلات ولا خلاص هو اكتفى بيه. عامل له شهره واسعه جدا في الوطن العربي. اقول لك انا بقى ايه الفكره في موضوع رامز ده. موضوع رامز ده الناس بتشتمه اه، وعارفه انه تمثيليه اه، حتى بالشتايم. دي رئيس الدغري قال لك الشتايم بيتم الاتفاق عليها، وان هم كلهم بيطلعوا يقولوا احنا بنبقى عارفين ان احنا رايحين لرامز بنبقى قابضين لكن هي اشباع نفسي للجمهور انه يقدر يشوف الفنان بتاعه القدوه، او بلاش القدوه، الراجل الجامد ده والست الشيك قوي دي، ده بيتهان وبيتشتم وبيتذل وبيتحدف عليه ميه ويشوفه هو عمال يشتم ويشخر. فدي حاجه بتشبع حاجه جوه البني ادم، انه يشوف هذا الهرم بيتأذى قدامه. فهي دايما هي اعلى مشاهده هي البرامج المقالب وبرامج فضايح، اللي هو يطلع يقول دي اتجوزت دي خلفت، لان برضه بتشوف الفنان اللي قدامك عمال يطلع عليه فضايح. فدي حاجه بتشبع ان هو تحس ان هو بني ادم زيه زيك عادي يعني.